ان بيجينا ناس يقول لك انا عندي خشونه في الركبه، خشونه متقدمه جدا، وفي ورم تورم موجود في الركبه. وعلى فكره العمليه دي بتبان في طلوع السلم ونزول السلم، وخاصه على فكره في ناحيه الكيلو جرام لما يكون زياده في الظهر بيعمل كام على الركبه؟ 8 كيلو. يعني واحد زايد 20 جرام 20 كيلو، 20 في 8 بكام؟ 160 على الركبه زياده. يعني الكيلو جرام زياده. عشان كده بنقول له لازم تخس وتستخدم الماي لوشن. الماي لوشن ده بيعمل ايه؟ شويه زيوت طبيعيه. عاملينها فين؟ عاملينها فيها يا دكتور مروان؟ عاملينها في شكل لوشن. في شكل لوشن، بحيث ان اول ما تحطها تمتص، وبعد ما تحطها تحس كده وانت بتوزعها بعد 3-4 دقايق كانها عملت طبقه. انا شخصيا استخدمتها فلقيتها كانها بتعمل طبقه. الطبقه دي في حاجه ظريفه جدا. على فكره زمان كانوا الحنظل اللي عنده مشكله في اي صبعه يربط، كان يجيب الحنظلايه كده ويخرمها ويحط صبعه الكبير. بعد 5 دقايق يحس ايه؟ ان مراره بقه هنا موجود. طب ازاي انتقل؟ سبحان الله. فاحنا جبنا زيت الحنظل ده وجبنا المركبات دي كلها حطيناها، بحيث ان اللي بياخدها سبحان الله لدرجه واحد يجي كان واخد ايه علبه ولا 2 يقول لك اديني 10 لحسن يخلص. يا عم مش هيخلص. في حاجه ظريفه جدا ان احنا حاطين فيها كل الزيوت اللي بتعمل لوبريكيشن، عمليه تزييت، في الوقت نفسه تعمل تجديد لايه؟ للكارتليج. اللي رب العزه جعل العظمه فوق العظمه في كارتليج. الكارتليج ده لما العظمه تدوس على العظمه بيعمل تيار اضمحلالي، ايدي كارنت. الايدي كارنت لازم لنمو العظم، لازم لنمو العظم. فكل الكلام دي يرجع لطبيعته. وبتلقى بقى بسم الله ما شاء الله، يعني الستات بتوعنا المصريين لما بيجوا وتلقى ابتدت تمشي كويس وتمام التمام، تيجي الحقيقه بسم الله ما شاء الله عليهم، يعني في كلامهم يعني بيدعوا لنا، وان شاء الله ربنا يجعله ان شاء الله في ميزان الحسنات ان شاء الله. نتكلم على الماي لوشن اكتر برضو، ونقول ان في برضو زيت القرنفل. زيت القرنفل أيوة. من الحاجات المسكنه الرائعه. يعني دايما معروف طبعا زيت القرنفل يقول لك حطه على اسنانك لو فيها وجع، وبتعمل زي تنميل عشان فيه بنج طبيعي. لكن في حاجات تانية في زيت القرنفل، منها الاوميجا 3، والاوميجا 3 معظم اطباء العظام بيكتبوها وهي موجوده كحاجه طبيعيه. الميزه في الماي لوشن ايه؟ ان كتير قوي الاقراص للناس اللي بتاخدها عشان خشونه الركبه بتاخدها عن طريق الاقراص ومش بتدي كفاءه عاليه. ميزه الماي لوشن ان فيه زيت الصويا. زيت الصويا معروف دايما، يعني حتى الدكتور كان هي فرنسا عملت نفس الكلام بتاع خشونه الركبه، كانت عامله هي حاجه من فوق زيت الصويا والافوكادو. احنا حاطين زيت الافوكادو وحاطين الفول الصويا، وبشكل يبقى فيه امتصاص يعني فعال وفوري على مكان الوجع، مش نستنى لما يحصل هضم ويوزع على الجسم، لكن يبقى شكل مباشر. انا دايما الحقيقه لما بيجيني حد فكنت بكتب دايما بكتب ايه بتاعه الاعشاب الاملاح اليو فري. ايوه. ليه بكتب اليو فري؟ دايما لما تاخدها مع الماي لوشن العمليه الريليف بتاعه البين بتبقى سريعه جدا، لسبب لان برضه في كميات من الاملاح بتبقى بتتشال مترسبه، وخاصه ان عامل رساله دكتوراه الدكتور فهمي ما ربنا يشفيه، وصورنا الكريستالز اللي موجوده في الركبه. الكريستالز اللي موجوده في الركبه والله يا جماعه النجف اللي موجود ده مفيش نجفه في الدنيا زي الكريستالات اللي موجوده، لدرجه ان اللي شافوا البتاع ده قالوا انتوا كنتوا اساتذه التصوير. الحقيقه حاجه من فلقينا بقى اعشاب الاملاح دي فعلا بتشيل عمليه الكريستالز اللي موجوده. وان شاء الله احنا هنمسك كل منتج مع المنتجات دي ونتكلم بالطريقه العلميه مع حضراتكم ان شاء الله في الحلقات القادمه. خلص وقتنا، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. الى اللقاء ان شاء الله في الحلقه القادمه وفق مراد الله. بعد اذنكم اشكر الدكتور مروان عبد الباسط. شكرا.